أهلا وسهلا بكم متابعين قناة حكاية مير وفي حكاية جديدة وحلقة جديدة. حكايتنا النهاردة عن الإعلامية ياسمين عز والإعلامي نيشان. كشفت الإعلامية ياسمين عز عن اتخاذها إجراءات قانونية ضد الإعلامي نيشان، وذلك بعد سخريته منها بعد غيابها عن جلستها في منتدى الإعلام اللي أقيم في دبي، مشيرة إلى أنها سوف تقوم بالرد على الإساءة بشكل قانوني ولن تنحدر إلى أسلوب رد الإساءة بالإساءة. وقالت ياسمين عبر الفيسبوك: انطلاقا من حرصي واحترامي لهذا المؤتمر والحدث الإعلامي الكبير، وانطلاقا من احترامي وتقديري لدولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة في إمارة دبي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع دعوى. وأضافت: بناء عليه لن أقوم بالرد على إساءة هذا الشخص الذي افتعل هذه المشكلة وأساء لشخصي في غيبتي وبالطريقة علنية وبشكل فوضي أخلاقا وقانونا. وأوضحت: سوف أوكل الرد للجهات القانونية المختصة داخل إمارة دبي، ثقة مني في قضائها الشامخ والعادل وتعزيز لدور القانون في رد كل من تسول له نفسه الخوض في سمعة الأشخاص والتشهير بهم دون وجه حق. وليعلم الجميع أنني لم أنحدر إلى مستوى رد الإساءة بالإساءة، وإنما أترك الأمر للجهات المعنية. وظهر نيشان خلال مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال انتظار قدوم ياسمين عز، وقال: وين ياسمين؟ أكيد بتحضر صوتها الشتوي. كانت ياسمين عز قدمت نصيحة للبنات إن هم يستخدموا صوتهم الشتوي للحديث مع شريك حياتهم ليزيد الحب بينهم، وتلك النصيحة جعلت ياسمين عز حديث السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية، ودايما بتثير الجدل وتتصدر الترند بسبب تصريحاتها اللي بيعتبرها البعض غير واقعية، ومنهم من اتفق معاها. كده الحكاية بتاعتنا هتكون خلصت. أتمنى منك تنزل تعمل لايك وسبسكرايب للقناة لو انت لسه جديد عشان يوصلك كل جديد.